أخطاء صحية ممكن بنعملها في رمضان محدش بياخد باله منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في برنامج روشتات رمضانية. بإذن الله هنقدم لكم في رمضان في خلال دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين كتير معلومات طبية وحاجات مهمة جدا هتفيدكم بإذن الله. هنزلها يا إما قبل الفطار يا إما بعد الفطار إن شاء الله. 3 مشاكل في رمضان ممكن تقابلنا تأثر على صحتك وتأثر برضو عليك وأنت صايم. أول مشكلة معانا أنت ممكن تشرب كمية قليلة من الميه بين الفطار والسحور. طيب ده ممكن ياثر عليك، ممكن ياثر عليك طبعا اثناء الصيام. طيب المعدل اللي انت محتاجه بعد الفطار الى السحور معدل قد ايه؟ تقريبا من 10 الى 12 كوبايه ميه، اي ما يعادل 2 لتر ميه. طيب انت لو ما شربتش ميه كافيه ده هياثر على كل حاجه في جسمك، واول حاجه بتتاثر بها الميه الكليه، طبعا وظائف الكلى بتتاثر بيها بشكل كبير جدا، والجلد نفسه بتاثر برضو بيها، هتلاقي فيه جفاف كده في الجلد، وفي حاجات كتير طبعا، لكن دول اهم الحاجات اللي بتتاثر بيهم. طبعا المخ وكل الوظائف او كل الاعضاء اللي في الجسم محتاجه ميه معايا. الميه دي يعتبر هي الطاقه بتاعه الجسم، وبالتالي شرب ميه كافي بعد الفطار وبعد الاكل بمعنى اصح يعني ده مهم جدا للجسم معانا. تاني مشكله ممكن تقابلنا ان في ناس بتفطر على سكريات، طبعا ده مشكله كبيره جدا. اول ما تفطر على سكريات هتبص تلاقي السكر بتاعك بدأ يعلى في الدم، فالسكر لما يعلى في الدم الانسولين هيبدأ يفرز معايا. الانسولين لما يبدأ يفرز معايا هيبدأ كمية السكر هتنزل فجأة معايا، فلما تنزل فجأة هتبص تلاقي نفسك عندك هبوط حاد، مش قادر تتحرك، هبوط فجأة. الهبوط ده هيعمل معاك دوخة، هيعمل معاك صداع شديد معانا، وهتحس ان بعدها بساعة ان انت جعان جدا كأنك ما اكلتش. فبالتالي ناخد بالنا من موضوع السكريات، من الحاجات الخطيره جدا اللي الناس بتعملها في رمضان. وبالتالي لو انت عاوز تاكل سكريات يفضل بعد البروتين، يعني بعد ما تاكل لحوم او بعد ما تفطر او بعد التراويح بمعنى صح. لو حابب تاكل سكريات مفيش اي مشكله معانا. ثالث مشكله معانا ادويه الضغط والسكر، محتاجين نظبطها معانا بمواعيدها المظبوطه، مش في اي ميعاد وخلاص. وده ان شاء الله اللي هنتكلم عليه في الحلقه اللي جايه. رمضان عباده وصحتك امانه. استنونا الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.